انت عارف ان انت ممكن تكتب كود برمجه على وورد عادي؟ ايه ده ازاي؟ اكيد بكدب يعني. بص يا سيدي، في حاجه اسمها IDE، وده او دي المكان اللي بنكتب فيه الكود باي لغه برمجه، والحاجه دي بتصحح الكود وبتشغله. طب ايه هي IDE اصلا؟ هقول لك. IDE دي البيئه او المصنع اللي فيه كل الالات اللي انت محتاجها، اللي في الاخر هتطلع لك المنتج اللي انت عايز تطلعه. طب ايه الحاجات اللي انت هتحتاجها من المصنع ده؟ بص، اول حاجه هي الاديتور، وده المكان اللي احنا بنكتب فيه الاكواد وممكن يصحح لك شويه في الكود. علشان كده بتحتاج حاجه من الاثنين، وهما الكومبايلر او الانتربريتر. طب ايه الفرق بينهم؟ بص يا سيدي، هما الاثنين بياخدوا كود البرمجه اللي انت كاتبه باي لغه برمجه، وبيحولوا اللغه اللي بيفهمها الكمبيوتر اللي هي 0 و1، علشان الكمبيوتر ما بيفهمش غير اللغه دي. والفرق بينهم ان الكومبايلر بيقعد شويه يفحص الاكواد اللي انت كاتبها واحده واحده، ويدقق فيه ويقول لك ايه الغلط اللي موجود علشان تصلحه، ولو مش موجود اي غلط بيبدا يترجم للكمبيوتر على طول. طب ايه الانتربريتر؟ ده بيمسك الاكواد اللي انت كاتبها وبيبدا يترجم للكمبيوتر على طول لحد ما يلاقي ان في غلط انت كاتبه في كود، فيروح مديلك ان في ايرور. تقدر تقول مترجم فوري وسريع. لا محتاج افهم اكتر. يا عم خلاص بقى المره الجايه. وده كان الفيديو الخامس من سلسله هتعلم برمجه بالعافيه.